التاون 11 يمسح التاون 13. لايك وفولو، مشاهدة ممتعة. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم استراتيجيه للتاون هو 11 تاون مسحت بها التاون 13. هاي استراتيجيه لافا ومنطاد وملكه ماشيه. راح نستعرض لكم الفيديو على التاون 13. يلا ليتس جو. شوف شباب، التاون ماشي ماكس بصح تصميم تقريبا ماكس. شوف ننزل عملاق ومنطاد، زوج منطاد، وننزل العربة حتى نجيب بها التاون، وننزل الملكة ناحية مدفعية النسر، نحط معها ارشر، نحط معها هيلر عفوا. لازم نجيب التاون، نجيب الملكة ونجيب الدعم. نعطيو غضب على الملكة حتى ما تموت. ننزل مفجر سور يدمر الجدار، يخرج الدعم، نحط السم على الملكة والدعم. شوف العربة على الجهة الثانية، نعطيو غضب آخر للملكة. نزل 2 منطاد ندمر القوس. الدعم لسه خارج، معليش. حاول انك لا تسرع في الهجوم حتى تمسح تاون اعلى منك. نزل الملك، يجيب ملك الخصم. الملكة راح على المدفعية، والملك يقتل ملك الخصم. العربة تجيب التاون والمنجنيق. ننزل لافا وشوية منطاد، نحط عليهم تسريع. نعطيو الامر مع الجيش، ننزل منطاد اخر. الملك، شوف القوس والبرج الوزر مع الملك. شوف الملكة جابت نصف التصميم. باقي دفاع جوي على الجهة الثانية. نحاول ننزل بقية الجيش اللافا اللي بقى معنا، نعطي تسريع آخر. شوف ننزل لافا منا ومنطاد، نعطيهم تسريع، نعطيه خاصية الآمر. شوف ننزل تعويضة الزعاطيط حتى البطلة ما تشيل المنطاد اللي باقي. باقي عندنا تجميد واختفاء. باقي برج النار واحد وبرج الوزر، يخرج الدعم. حط تجميد على الارشر، حط تجميد اخر على شوف تجميد خاطئ بس معليش. باقي عندنا الملكة، شوية من منطاد، باقي 2 والامر. شوف مسح اسطوري يا حبيبي. شباب خلينا نوصل هذا الفيديو اكبر عدد لايكات قبل نهاية الفيديو. لا تبخلوا علينا باشتراك واعجاب لهذا الفيديو حتى نواصل في هذه السلسلة ان شاء الله. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.